السلام عليكم البنات ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير وبصحة وعافية ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ان شاء الله اليوم جيت لكم فيديو جديدة، وصفة جديدة للشعر، وصفة نوعا ما غريبة شوية. يعني المكون اللي فيها شويه غريب شويه، يمكن بعض البنات يتفاجئوا من هذا المكون هذا، يستغربوا ليه. وكاين اللي غيكون فايتلو سمع ليها، وكاين حتى اللي غيكون فايتلو يعني يستعملها. وكنتمنى من الناس في هذه المناسبه دي، نتمنى من البنات اللي فايت لهم يستعملوها او كيعرفوا شي حد قريب لهم يستعملها، يكتبوا لنا يعني الراي ديالو في يعني التجربه ديالهم معها في خانه التعليقات. هاد الوصفه رائعه جدا لتطويل الشعر بالسرعه. الناس اللي ما كيطولش لهم شعرهم بالزربه، كاين الناس كيعياو ما كيديروا في الوصفات، ما كيطولش لهم. هاد الوصفه هذه ان شاء الله باذن الله تكون فعاله، وان شاء الله يعني كان يعني تنفع هذوك الناس اللي ما كيطولش لهم شعرهم بالزربه. كتقوي البصيله ديال الشعر، وكتعطي واحد اللمعان وحتى تنعيم للشعر، طبعا مع المداومه عليه. لانه كنعرفوا بان يعني المداومه على الوصفات الطبيعيه فعاله، ولكن كتبغي الوقت وكتبغي اكثر حاجه المداومه. يعني كل مشكله الا عندها وصفه، وكل وصفه وعندها الطريقه ديالها والاسلوب ديالها باش كتصاوب. يعني ماشي انا كاين بعض الناس كيقول لك لا حتى شي حاجه ما كتوافق ليا شعري، وبزاف كيجوني تعليقات كيقول لك انا ما خليت ما جربت ما خلطت درت هادي ودرت. ما تخلطيش، يعني خدي وصفه او جوج وتبعيهم، او خدي غير وحده فقط وتبعيها. يعني تبعيها على الاقل واحد المده ديال الشهرين. عاد ديك الساعه تقدري تهضري تقولي ما عطاتنيش، هي نورمالمون 3 شهور، ولكن غير شهرين. ديك الساعه قولي ما تبقيش ديري هادي وديري هادي وتسمعي هادي وديري هادي وديري هادي. انا كندير لكم بزاف الوصفات متنوعه في القناه ديالي على قبل الناس، لان ماشي كل الناس عندهم نفس المكونات. كاين الناس اللي ما كتعجبوش هذه الوصفه، هذه كتجي واعره، هذه كتجي هكا، باش كل واحد يعني يلقى داكشي اللي يديرو. كنتمنى لكم يعني نكون قدرت نوضح هذه النقطه هذه، لان بزاف البنات كيقولوا لي فين ما كديرش وصفه كنديرها كنصدق دايره هذه ودايره هذه وكنخلي هذه وهذه، وكنصدق ما دايره وحده فيهم وتبعت وحده فيهم وكنحير. هادشي اللي بغيت نقول لكم. يعني الا ديتو شي وصفه كمليها عاد من بعد ان شاء الله ما ديروش بحالي. يعني ما هذه وهذه انا براسي كندير هادشي، كنبقى نخلط هادي وهادي وهادي، لان كيكونوا عندي بزاف ما عندي ما ندير لهم. كاين شي حد اللي نعطيهم ليه. المهم نكثر عليكم كثرت الهضره. المكونات ديال اليوم، الوصفه اليوم اللي هي كما كتشوفوا هنا قدامكم. هنا عندي البنات زيت الزيتون والريوسه ديال السردين، رؤوس سمك السردين راه كما كتشوفوا هنايا. دابا راه طحنوا صافي لان شنو هنايا. والثوم خديت 10 رؤوس اللي درت في هذه الوصفه هذه. خديت 10 رؤوس ديال السردين ديال سمك السردين مع 3 الفصوص ديال الثوم بهذا الشكل هذا كما كتشوفوها، الثومه صاينه. وكبيت عليهم كاس صغير، يعني كاس ديال العنبه ديال اتاي ديالنا ديال زيت الزيتون، ودرتهم يطبخوا فقط 5 دقائق. 5 دقائق حتى كيبدا هكا كما كتشوف. غير بمجرد ما كديرهم على النار كيتفرتوا هذوك الرؤوس ديال السردين كيوليو بهذا الشكل هذا. وكنبقى في ديك 5 دقائق كنبقى نعفس عليهم، كنبقى شاعله عليهم الغوطه مهيله وكنبقى نعفس عليهم بهذا الشكل هذا حتى كيتفرتوا الرؤوس ديال السردين بهذا الشكل هذا. والثومه كتبقى قاصحه، ولكن اللي كنديروا انا من بعد ما كنطفيو عليها 5 دقائق، مجرد ما كيبقاو يتفرتوا الرؤوس ديال السردين مع مع تبقاو تضغطوا عليهم، غادي تطفيو عليهم وغادي تغطيهم وتخليهم تحتفظ بهم لمده 24 ساعه، عفوا لمده 48 ساعه. تخليهم كما كتشوفوا هنا. راه شفت الثومه ارتبط، الثومه كانت قاصحه ولا ترطبه بزاف. كتحتفظ بهم لمده 48 ساعه حتى تخلص هذاك زيت الزيتون اللي درنا فيه، تخلص كاع جميع هذوك الفوائد ديال السردين. لان السردين البنات غني بفيتامين بي 12 راه معروف للشعر، والسيلينيوم كنا يعني الاغلبيه كناخذوا في المكملات الغذائيه اللي كتنفع للشعر. الفوسفور وغني جدا جدا جدا، يعني بواحد الكميه كبيره بزاف من الاوميغا 3، من الاوميغا 3 لا فيتامين دي، البروتينات، الكالسيوم، فيتامين بي 2 و12، الصوديوم، الاحماض الامينيه المفيده. يعني رائع جدا يعني لصحه الشعر، لتقويه الجذور والبصيله ديال الشعر، اللمعان والتطويل ديال الشعر. زيت الزيتون كنا كنعرفوا يعني غني بمضادات الاكسده وكتنعم الشعر الجاف وكتعطي لمعان وكتساعد حتى على تنبيت الشعر وعلى اللمعان ديالو. الثومه كما كنعرفوا اهم مكون فيها اللي هو الكبريت، اللي كنعرفوا الاهميه ديالو للشعر ان الشعر كيتكون منه. اللي كنديروا من بعد 48 ساعه كنهزوا شي حاجه زجاجيه. انا هنايا هذا الكاس ديال النوتيلا حتى عندي كيتسد. وغنديروا حاجه اخرى بالنسبه للبنات اللي غيخافوا على الرائحه، هذا ما كتكونش فيها شي رائحه قويه بزاف. داكشي علاش انا جبت مكون واحد اخر اللي هو معلقه كبيره من الشمر، يعني زري هذا البسباس او حبه حلاوه كما كنسميوها حنا، زياده على الفوائد ديال حبه حلاوه للشعر رائعه جدا للشعر ديالها. كنا كنعرفوا البسباس الفوائد ديالو باقي ان شاء الله نهضر لكم على الوصفات فيهم البسباس خضر
يعني نديرهم لكم وصفات ديال الشعر بهذا الشكل. كنديروا معلقه كبيره. الفوائد ديالها للشعر زائد انها كتمنع ديك الريحه شويه، كتخفف منها، مع ان الريحه راه ما كتكونش بزاف. ما تخليوش البنات تسمعوا السردين سحاب لكم الريحه، غتكون مجهده، ما غاديش تكون ان شاء الله الريحه مجهده. ملي كنديروا اننا كنكبوا كنصفيو وكنحصلوا على الزيت ديالنا. انا تقدروا تضاعفوا الكميه. انا درت 10 د الرؤوس ديال السمك السردين مع كاس ديال العنبه ديال اتاي. تقدروا ديروا 20 واحد مع 2 كيسان كتار، يعني على حسب. المهم في كل 10 د الرؤوس بكاس ديال صغير ديال الزيت. المهم كتبقاو تعصروا فيه بهذا الشكل هذا حتى كتحصلوا على هذا الزيت. كتبان لكم هنايا الزيت غنيه جدا يعني بالمكونات والعناصر يعني المفيده بزاف للشعر. كنبقاو نعصروا حتى كنساليو وكنحصلوا على هذا الزيت. ممكن نستعملوها مضابه، يعني ممكن مجرد ما تصفيها ممكن تبداي تستعمليها. نخبيوها طبعا في المكان يعني بعيد على الضوء. كما قلت لكم الريحه ديالها راه ما غاديش تلقاو ديك الريحه، ما تسمعوش السردين راه ما كتبقاش ديك الريحه ديالها بزاف. الوصفه هذه تقدروا تستعملوها 2 مرات في الشهر. الطريقه باش كتستعملوها انكم كتشقوا بها الشعر ديالكم، تشقوا مزيان الشعر ديالكم يعني يعني ديروا واحد المساج خفيف للشعر ديالكم باش كتحركوا الدوره الدمويه، وديروها حتى الاطراف ديال الشعر ديالكم. غير حاجه وحده دائما الاطراف ديال الشعر ديالكم فاش تكونوا كديروا لهم دائما ديروها بديك الطريقه ديال هكا، بحال فاش كيديروا الترطيبه وداكشي. دائما توركي على الشعره هكا بهذا الشكل هذا، كتسخنيها هكا كتساعدي الشعره بانها كتشرب هذاك الزيت يعني كتشرب مزيان هذيك الوصفه هذيك. كنتمنى البنات ان هذه الوصفه هذه تكون فادتكم. كما شفتوا انا درت هنا راه غير كاس قليل. كما قلت لكم تقدروا تضاعفوا نتوما الكميه على حسب المقادير اللي عطيتكم، وجوج مرات في الاسبوع تخلوها في الشعر ديالكم من بين ساعتين حتى يعني ساعتين تقريبا من الفوق، يعني ما تكونش قل من ساعتين. كاين بعض البنات اللي كيبغيو يباتوا بها، يعني اللي كيغيسولوني واش نقدروا نباتوا بها بالليل. ممكن تباتوا بها بالليل، غير حاجه وحده الزيت الا بغينا نباتوا بها بالليل ما نديروهاش على الجذور ديال الشعر، نديروها فقط على الاطراف ديال الشعر. نديرها على الاطراف ديال الشعر ديالي وندير فولار ولا شي حاجه ننعس بها، والصباح فاش نفيق عاد نهز وندير على الجذور ديالي ديك الساعه ونخليها ساعتين عاد نغسلها. يعني ما تديروش الزيت وتباتوا فيها في الجلده ديال الشعر ديالكم. الزيت بغيتو تباتوا بها ديروها في الاطراف ديال الشعر وما ديروهاش في الفروه. يعني في الصباح ديروا الساعه ديروها في الفروه وتسناو ساعتين ديالكم وغسلوا شعركم. كنتمنى البنات ان هذه الوصفه هذه تعجبكم وما تستغربوش منها. راه قلت لكم زوينه بزاف والتجربه خير برهان. دائما كما كنقول لكم خليوا لي التعليقات ديالكم وعافاكم يعني ما تنساونيش من لايك. يعني كاين بعض البنات اللي كينساو كيقولوا علي كيقولوا لي راه كنتفرج الفيديو كنسى ما كنديرش اللايك. كنتمنى انكم ديروا لي اللايك يعني باش تدعموني هكا اكثر وتشجعوني باش ندير لكم فيديوهات اخرى ان شاء الله وصفات جديده اكثر. وبالنسبه للبنات اللي ما مشاركينش في القناه كنتمنى انكم تشرفوني بالاشتراك ديالكم وتدعموني. وشكرا لكم. خليكم في امان الله والى يعني فيديو واحد اخر. الى اللقاء.